كلام في السياسة. لو مش عاجبك لف، لو كنت من دول الخليج لف، ما تسمعش عشان كلامي مش هيعجب دول الخليج. فينكم يا عرب؟ فينكم يا مسلمين؟ فينكم من فلسطين؟ فينكم وعلاقتكم مع إسرائيل وأمريكا مغطية على علاقتكم مع الله سبحانه وتعالى ومع القدس الشريف؟ للدرجة دي؟ للدرجة دي مفيش نخوة؟ للدرجة دي مفيش دين؟ السعودية راحت فين؟ دول الخليج راحت فين؟ ليه؟ ليه حوالين إسرائيل كلها دول متدمرة ما عدا مصر؟ ولله الحمد نقدر ندافع عن نفسنا. بس وبعدين ما القدس كده هتروح؟ وليه عايزين تصدرونا احنا؟ ليه؟ طب ما تساندونا، طب ما تقفوا في ظهرنا، ولا ايه؟ ولا انتوا كمان العلاقات الاقتصادية معانا زي الزفت ومش بتساندونا اقتصاديا، ومع ذلك عايزيننا نتصدر بس مع اسرائيل واحنا بس الدولة العربية الوحيدة اللي مسلمة؟ طبعا لا، كلنا ايد واحدة مش 50 ايد. دول اليهود جم من كل دول العالم وعملوا دولة وبقوا ايد واحدة، والصهاينة ساعدوا اليهود على انهم يبقوا ايد واحدة بالقوة. وبعد الحرب العالمية التانية وبعد امريكا ما بقت مسيطرة، انجلترا ادت حق دولة مستقلة وبعد بلفور لاسرائيل بمساعدة امريكا برضه لانها قوة عظمى. طب وبعد كده هم اتحدوا، احنا اتفرقنا ليه؟ احنا انتصرنا على اسرائيل لما اتحدت العرب على رأي واحد ايام الملك فيصل الله يرحمه. هو ده الوحيد، الراجل الوحيد اللي وقف مع مصر ضد الغرب في قطع السلاح، البترول، لانه سلاح. دلوقتي انتوا بتبيعوا السلاح للغرب وبتاخدوا الفلوس وبتدوها كمان لاسرائيل اقتصاد، يعني بتساعدوا اسرائيل اقتصاديا، وسايبين الدول العربية الفقيرة اللي ممكن تساعدوها اقتصاديا وتنمو. لكن ده عيب فيكوا انتوا بتوع الخليج. كل دول الخليج مشاركة في التدمير اللي بيحصل في فلسطين، وانا بحمل دول الخليج كلها مسؤولية تدمير فلسطين وضياع غزة. دول الخليج كلها، مصر تقدر تحمي نفسها بل وترد على اي عدوان مهما كان. دور الباقي عليكم انتوا، وسلام. يمكن الرسالة توصل لكم ويمكن يبقى عندكم شيء من النخوة. يا ملوك، يا اللي بتاكلوا وتشربوا وتعيشوا وتعملوا احتفالات واحتفالات موسم الخليج وكاس العالم كتير، عايشين حياتكم عادي، وغزة بتروح ورفح الحدود عندنا، هنعملوا ايه؟ حسوا. الشعوب هي اللي تحاول تتكلم مع ملوكها، الشعوب هي اللي تطلع مظاهرات. ليه الشعوب الخليجية ما بتطلعش مظاهرات ضد ملوكها عشان خاطر تدافع عن فلسطين؟ مكة، مكة الأرض الطاهرة اللي موجودة في السعودية للأسف بفلوس. اللي يخش معاه تأشيرة يحج ماشي، يعني من البترول ومن الحج والدنيا كويسة. سايبين غزة، غزة بتجوع والأكل مش هينفع. لازم حماية، لازم إيد قوية، لازم تقفوا مع مصر. ما وقفتوش مع مصر يبقى اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.